ثم قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. هذا البيت فيه تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من النقائص والعيوب. والمؤلف أو الناظم أتى بهذا البيت في أثناء الأبيات المتعلقة بالرؤية ليثبت أن الإيمان برؤية الله يوم القيامة حقيقة يراه المؤمنون بأعينهم لا يستلزم التشبيه كما يقول أهل الضلال وأهل الباطل، لا يستلزم التشبيه ولا يستلزم وصف الله بالنقص، بل يرى المؤمنون رؤية حقيقية بأبصارهم كما أخبر هو جل وعلا في القرآن وكما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة. وهذا لا يستلزم نقص ولا يستلزم تشبيه، ولهذا أتى بهذا البيت قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. ليس بمولود وليس بوالد كما قال الله تعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد أي لم يتفرع من غيره ولا تفرع منه غيره. لا ليس بمولود وليس بوالد أي لم يلد ولم يولد، وليس له شبه أي لم يكن له كفوا أحد كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، كما قال تعالى هل تعلم له سميا. فالله عز وجل لا سمي له ولا مثيل له ولا شبيه له، تنزه وتقدس عن ذلك. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى المسبح. تعالى أي ارتفع شأنه وعظم قدره الذي له العلو ذاتا وقدرا وقهرا. تعالى أي تعالى شأنه وعظم أمره أن يقاس بخلقه أو أن يشبه بالمخلوقات، الله منزه عن ذلك. المسبح، ومعنى المسبح هي المنزه، لأن التسبيح التنزيه، تسبيح الله هو تنزيه الله، وقولك سبحان الله أي أنزه الله. والله عز وجل مسبح أي منزه عما لا يليق به وعن مماثلة المخلوقين. قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه أي نزه نفسه عما يقوله فيه أعداء الرسل. هذا معنى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي عما يصفه به أعداء الرسل الذين يصفون الرب بالنقص. وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين بسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. فهو سبحانه وتعالى مسبح، وعرفنا أن معنى مسبح أي منزه، والمراد بالتنزيه تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص، كذلك تنزيهه سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين، والله منزه عن ذلك. وهنا الناظم ينبه على أمر، وهو أن من يثبت لله تبارك وتعالى الصفات عليه أن يثبتها إثباتا بلا تمثيل، كما أن من ينزه الله عز وجل عن النقائص عليه أن ينزهه عن النقائص بلا تعطيل. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة في الصفات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يثبت الصفة لله على وجه يليق بجلاله وكماله دون أن يمثل، يعني دون أن يقيس الله تبارك وتعالى بخلقه. وهذا وجه إرادة المصنف لهذا البيت هنا للتنبيه على وجوب وضرورة
إثبات الصفات لله تبارك وتعالى بلا تمثيل، على قاعدة أهل السنة إثبات بلا تمثيل. والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر بعد نفي المثلية، فدل ذلك على أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به لا يستلزم ماذا؟ التشريك. ولهذا لا بد من ملاحظة هذا الأمر، أن تثبت الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به دون أن يقاس أو أن يشبه الرب العظيم بالمخلوق الناقص. هذا معنى قوله ليس المولود وليس بوالده وليس له شبه. والسمي هو المثيل، فالله لا سمي له أي لا مثيل له، فهو منزه عن أن يكون له مثيل.